حتى إن الإنسان نفسيا في يوم من الأيام ينشرح صدره، وفي اليوم التالي يضيق صدره. فلذلك نقول إن الأمور لا تتم. الزوجة لا تتم في كل الأحوال، ولا في كل الأوقات، ولا في كل مكان، تختلف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو طبيب الأخلاق والآداب والحكيم في توجيهاته قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ومعنى لا يفرق يعني لا يبغض ولا يعادي. إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. قد تكره من امرأتك شيئا من التصرفات، ولكن انظر إلى التصرفات الأخرى. لا تنظر إلى معاملتها إياك بعين الأعور الذي لا يرى إلا من جانب واحد. اجعل لك في الأمور نظرا بالعينين كلتيهما حتى تبصر الأشياء على حقيقتها. فمثلا إذا أساءت في معاملتك في إصلاح القهوة، فانظر إلى إحسانها في إصلاح الشاهي. وإذا أساءت في إصلاح الغداء، فانظر إلى إحسانها في إصلاح العشاء، وهكذا. لا تريد منها أن تكون الأمور تامة من كل وجه، فإن هذا لا يمكن. ثم إن الرجل مرتبته أعلى من مرتبة المرأة، فهو أعقل منها وأكمل دينا. ولهذا قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا كان كذلك فينبغي أن يتحمل وأن يصبر وينتظر الأمور حتى تتحسن.